دايما نفسنا نعمل الأكل في البيت زي المطاعم أو زي العربيات، بالذات السجق. كلنا أول ما بيخطر على بالنا ناكل سجق بنفكر ده احنا أكلناه في المطعم الفلاني أو على العربية الفلانية وكان طعمه جميل أوي نفسنا نجربه تاني. لا، احنا هنا نقدر نجربه في البيت ويطلع معانا كويس جدا وأنضف بكتير، وطعمه هيبقى أحسن من العربيات. بسم الله الرحمن الرحيم، هندوق معاكم. الله 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 على الجمال، ما شاء الله، تحفة. السجق فعلا تحفة. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش عندي على القناة انزلوا اعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج طاسة على النار سخنة، ننزل عليها ب5 معالق من الزيت. سخن الزيت بتاعنا كويس، وبعد كده ننزل بالسجق بتاعنا نديله صدمة كويسة. ما ننزلش عليه أي حاجة قبل 5 دقايق. نشوح في السجق بتاعنا على كل الجناب لغاية لما ياخد مننا تشويحة كويسة من الجناب كلها لمدة 5 دقايق. بعد كده هننزل بالبهارات الصحيحة، وهي ورقتين من اللورة و3 من القرنفل و5 من الحبهان، ونشوح دول تقريبا برضو دقيقة ولا حاجة. وبعد كده هننزل البصل بتاعنا بصلتين متوسطين. طبعا السجق اللي عندي ده هو نص كيلو بس مش أكتر. وبعد كده هننزل عليه بقرن من الفلفل الأحمر. وقلت الفلفل الأحمر ما قلتش الفلفل الأخضر. لو قلت ليه هقول لكم، لأن الفلفل الأحمر هيدينا طعم كويس جدا غير ما هيدينا حرارة مختلفة عن الفلفل الأخضر. وبعد كده هننزل بزعتر، نص معلقة من الزعتر ومعلقة من الكزبرة، طبعا دي معالق صغيرة. وبعد كده الشطة، هننزل بنص معلقة من الشطة. ولو مش عايز الشطة يبقى لو عايزين فلفل حار أكتر ممكن نضيف، مش عايزين بلاش خالص. وبعد كده هننزل بمعلقة إلا ربع من الكمون، وهنديهم تشويحة كويسة. وبعد ما نديهم التشويحة كويسة لغاية لما يطلعوا ريحة البهارات اللي فيهم، هنحضر معانا بصلة، جزرة، آسف، جزرة. والجزر هنا أنا مقطعه بشكل تقريبا شبه المروحة كده، بحيث إن هو يدي شكل كويس. إن الأطفال هنا بيحبوا الأشكال ديت في الأكل، وبيخليهم يعني لما بيشوف الحاجات دي بيجبرهم على الأكل أكتر. وهنا هنحتاج معانا ملح، معلقة صغيرة من الملح. ما يبقى الأكل فيه أشكال وافتكاسات بتخلي الطفل حتى لو مش عايز ياكل. إحنا أطفالنا كلهم دايما حابين يلعبوا أكتر ما ياكلوا، ولكن الطرق ديت بتخليهم ياكلوا ويتبسطوا بالأكل. وهنا عندي طاسة تانية سخنة على النار. طبعا احنا هنسيب السجق معانا على جنب، طبعا النار شغالة عليه. وهنا هناخد طاسة فيها زيت سخن، وهنزل ببطاية متقطعة قطع متوسطة. وهنرجع للسجق بتاعنا تاني نبص عليه بصة. هنحتاج معانا 4 من الطماطم، عصير طماطم هننزل بيهم على السجق. وهنروح للبطاطس هنا، بعد ما قليت البطاطس نص قلية هنطلعها ونصفيها من الزيت كويس. وهنا هنسبك طبعا السجق بتاعنا هنسبكه كويس، ولو احتاج معانا ميه هنضيف له ميه. هنا طبعا معناش هنحتاج الطاسه الاولانيه. وهنا هنحتاج مع السجق معلقه صغيره من السكر، تديني لذاذه في الاكل، وفي نفس الوقت بتشيل عنه الحموضه اللي موجوده في عصير الطماطم. هننزل بالبطاطس بتاعتي وهنديهم تقليبه كويسه. وبعد كده لو احتاج ميه معايا هزوده شويه من الميه السخنه واسيبه يتسبك كويس. وهنا طبعا انا كده يعتبر ما سويتش السجق خالص، انا مجرد بس اللي انا بسبكه كويس. وبعد كده هكمل تسويته في مكان تاني خالص. طبعا طرق التسوية مختلفة، كل طريقة بتختلف عن الطريقة التانية، وكل طريقة بتدي طعم مختلف عن الطريقة اللي قبلها. هنا طبعا بعد ما سبكتها كويس، ودي كان الشكل النهائي بعد التسبيك، هبدأ أحطها في الطواجن. طبعا لازم نعرف إن الطواجن ده مش مجرد إن إحنا بننقلها من مكان لمكان، الطاجن نفسه بيدي طعم مختلف تماما في التسوية، وطرق التسوية بتدي طعم تاني مختلف. يعني نحب نسويها في الفرن ماشي ويبقى جميل جدا، ولو نحب بقى نسويها على الفحم يبقى كده بقى هناخدها في مكان تاني خالص. فعلا فعلا كده هتبقى السجق ده عمركم ما اكلتوه في حياتكم. ولكن احنا هنسويه في الفرن، لان معظم الناس هتسويه في الفرن مش على الفحم، فاحنا هنعمل الاقرب للناس. طبعا لو عندنا شبكة بتاعة الفحم وعندنا فحم وحطينا الشبكة على الفحم كده وولعنا الفحم وحطينا فوقه الطواجن بتاعتنا، ياهو ياهو فعلا يعني هيبقى موضوع تاني خالص. هنا بعد ما حطيت الطواجن بتاعتي، لو حبيت ازودها شوية مية سخنة ازودها شوية مية سخنة، وبعد كده هحطها في الطاسة بتاعتي وهنزل بيها في الفرن. وهنا هنعمل رز بالشعرية بتاعنا اللي تقريبا هيبقى مع السجق كويس. ينفع رز بالشعرية وينفع رز ابيض، طبعا مش هينفع رز اصفر خالص.
ولا رز صيادية ولا الكلام ده، هو ده أقرب حاجتين يمشوا مع السجق. هنا الشعرية بتاعتي بعد ما حمرتها في النهاية كده هنزل عليهم 5 فصوص من الحبهان وورقتين لورا و2 ليمون. وهنا طبعا الرز بتاعي مغسول وكنت نقعه ومصفيه كويس، هنزل بيه على الشعرية بتاعتي فوق الرز. وبعد كده هديها شوية البهارات وشوية المية اللي هي معلقة من الكزبرة وعليهم ربع معلقة من القرفة. وبعد كده ايه هديهم معلقة الا ربع من الملح، واقلب ده كله مع بعض كويس وادي لهم الميه بتاعتهم. وبعد ما احط الميه بتاعتي اول ما تنشف الميه ههدي النار خالص. واهم حاجه في الرز يا جماعه، الرز الابيض بالذات عن الرز البسمتي، اهم حاجه فيه الميه ما تبقاش كتيره. الميه لو قليله شويه ممكن ازود شويه ميه سخنين ويكمل السوا بتاعه عادي، لكن الميه لو كتيره اعتبر هو معجن مش هيديني الطعم اللي انا عايزه. هنا انا حطيت عليه معلقتين صغيرين خالص من السمنه البلدي، بحيث اول ما يسيحوا يديني ايه. اول ما فتحت الغطا اصلا ضرب في وشي ريحه السمنه البلدي، شايفين طالع مفلفل وعامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. طبعا الرز الابيض مش كل بيطلع معاه مفلفل قوي زياده عن اللازم، ولكن احنا هنا اهم حاجه قلت لكم في الرز الابيض الميه. الميه لازم تركزوا على عامل الميه دي تمام. وهنا الطواجن بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه. والطعم بتاعهم مفيش احسن من كده يعني الصراحه، لا تقولوا العربيات ولا مطاعم. وكفايه اللي احنا عاملينها في بيتنا وضامنين نظافته. وبألف هنا.